النهاردة هنعمل ورق العنب. ما اعتقدش ان في حد في الحياة ما بيحبش ورق العنب. الطريقة بقى والحشوة اللي هنعمله بيها النهاردة بتخليه رهيب بجد، طعمه تحفة جدا. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. لسلق ورق العنب هنجيب طاسة ونحطها على نار عالية ونحط فيها نصها مية، نص الطاسة مية وتلت كوباية زيت وعصرة ليمونة كاملة، ونحط قشر الليمون في المية. واول ما المية تغلي هنضيف الورق العنب. انا جبت الورق العنب بقى وغسلته كويس جدا وصفيته من المية وربطته بفتلة خيط. جبت كل 7 ورقات كده وربطتهم بفتلة الخيط. بالنسبة بقى لتسويته فتسويته سهلة جدا. هو بياخد على ناحية 5 دقايق وعلى الناحية التانية 3 دقايق. هو تسويته بالظبط 8 دقايق. وبتفضلي تقلبي فيه زي ما انا بقلب فيه كده لحد ما تخلصي الكمية خالص. وما بين كل حطة وحطة في الطاسة تحطي معلقتين زيت. يعني بعد ما تطلعي اللي انتي حطاه اول حطة تحطي معلقتين زيت وبعدين تكملي بقى تحطي تاني. وكمية ورق العنب ديت ربع كيلو. انتي بقى ممكن تبقي تضاعفي المقدار في كل حاجة بقى في المقادير وتعملي نفس الخطوات. لعمل الحشوة بقى معانا كوباية ونص خضرة، شبت على بقدونس على كزبرة. والعامل صلصة المحشي هنجيب نص كيلو طماطم وبصلتين، هنقطع البصل صغير جدا. وفي طاسة سخنة هنحط شوية زيت ونشوح البصل لحد ما يدبل، ونحط الطماطم ونسيبها تتسبك. ونضيف على الصلصة معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم. ومعانا كوبايتين رز. بالنسبة للبهارات معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ونص ملح. طبعا الكمية دي تكفي لمقدار ربع كيلو ورق عنب. بس عايزة تضاعفي الكمية هتضاعفي المقادير كلها بقى. واللي حابب يتفرج على خلطة المحشي بالتفصيل هسيبلكوا لينك الفيديو في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. بقلب معاكم الخلطة كده، المكونات كلها امتزجت مع بعض. بالنسبة بقى لطريقة لف ورق العنب فهي طريقة سهلة جدا. هنجيب صينية ونحط عليها ورق العنب، نفرد عليها 3 ورقات او 4 ورقات على قد ما الصينية تاخد، ونحط رز ونلف ونطبق الجوانب بالشكل ده. هعمل واحدة كمان معاكم ورقة اهي ونفردها كويس ونحط قيمة معلقة صغيرة رز وما تكتريش عشان تعرفي تقفليه، ونقفله بالمنظر ده ونقفل من الجوانب. نطبق الجوانب على صابع المحشي ونقفله بالشكل ده. ومكان القفل يبقى تحت، يبقى في الحلة من تحت لما تيجي ترصيه علشان ما يفرطش معاكي. هعمل معاكم واحدة كمان. طبعا ورق العنب بيبقى فيه ناحية خشنة وناحية ناعمة، احنا بنحشي على الناحية الخشنة، يعني الناحية الخشنة هي اللي بتبقى جوه بالمنظر ده، ما يفكش ابدا معاكي. طريقة تانية بقى لحشو ورق العنب، بحشيه بقى على ايديا. لو مش هتعرفي تتحكمي وتقفلي الجوانب بتاعته كويس فاحشيه على الصينية اسهل. بس يعني يعني انا بالنسبة لي اللي هو طريقة اللف على الايدين اسهل، يعني بقدر اتحكم واقفل الجوانب برضو كويس لحد ما اخلص الكمية كلها. اساسا طريقته سهلة جدا. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي رأيكم في التعليقات. هنا بقى بوريكي لو في ورقتين صغيرين بتحطيهم على بعض تحاولي توصلوهم مع بعض وتحشيهم عادي.
انا بس مبطئة حركة الفيديو علشان تاخدي بالك من اللف، وبعدين هكمل الكمية وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما خلصت الكمية كلها. مهم جدا قبل ما نرص ورق العنب نحط في قاع الحلة شرايح بصل وطماطم، وما بين كل رصة ورصة من ورق العنب بحط شريحتين ليمون، ده اللي هيدوله المزازة. بوريكي لما تيجي ترصي المحشي القفلة بتاعته تبقى لتحت علشان ما يفكش اثناء السوا. لحد ما نخلص الكمية كلها لازم ما بين كل رصة ورصة نحط شريحتين ليمون. بالنسبة بقى لتسوية ورق العنب، المفروض هتحطي شوربة بحيث تغطي اخر رصة في ورق العنب، وتفضلي تلفلفيه كده، تلفلفي الحلة علشان لفلفة الحلة دي مهمة. واول ما يغلي تحطي معلقة سمنة بلدي. التسوية اول ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده على نار متوسطة لمدة تلت ساعة، واخر 10 دقايق على نار هادية خالص زي الشمعة. وده الشكل النهائي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير. كنت معاكم نجفة من قناة نجفة في المطبخ.